السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يفوز على الإسماعيلي بثلاثية في ليلة القبض على صدارة الدوري. الزمالك بيصعد إلى قمة الدوري ب 24 نقطة. في المركز الأول نادي الزمالك، بيليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق الأهداف لصالح نادي الزمالك. نادي الزمالك النهاردة أحبط محاولة النادي الإسماعيلي بقيادة ميدو، البداية الجديدة طبعا مع ميدو، وبداية جديدة لميدو مع نادي الإسماعيلي، ولكن نادي الزمالك قدر اللي هو يجهض محاولة ميدو النهاردة في انتصار أول للنادي الإسماعيلي. فيريرا النهاردة بيبدأ بتشكيل 4-3-3. ده طبعا لما بيكون نادي الزمالك بيهاجم، وفي حالة الدفاع نادي الزمالك بيلعب بطريقة 4-4-2. فيريرا النهارده بيبدأ بالتشكيل الصح، يعني حاطط موظف لعيبه كل لعيب في مركزه الصحيح، وبادئ بدايه كويسه النهارده، واخيرا بيقتنع وبيسمع كلام الناس، وبيبدأ بالتشكيل الصحيح واللعيبه اللي المفروض تبدأ في التشكيل. بدأ النهارده زي ما قلنا بطريقه 4-3-3، بيلعب بيه حسام عبد المجيد والزناري في قلب الدفاع، وعلى الاطراف بيلعب بيه احمد فتوح وحمزه المسلوسي. ثلاثه في قلب الملعب بيلعب ثلاثه في خط الوسط، عمرو السيسي ومعاه دونجا اللي بادئ بدايه قويه جدا ولعيب هايل، يعني فعلا فرق وجوده كبيره جدا في منتصف الملعب عن وجود محمد اشرف رؤى، ومعاهم امام عاشور. وطبعا على الاطراف بيلعب زيزو ناحيه اليمين، ويوسف اسامه نبيه، وفي الامام سيف الدين الجزيري. ميدو النهارده كان بدأ التشكيل في مع نادي الاسماعيلي بطريقه لعب 4-3-3، ينفس طريقه لعب نادي الزمالك، حتى برضه لما بيدافع ب 4-4-2. بداية كويسة النهاردة وبداية قوية جدا للنادي الإسماعيلي. بدأ خطف هدف في الدقيقة 3 من عرضية صالح جمعة في 18 نادي الزمالك. هدف عكسي من أحمد فتوح، بتخبط الكرة فيه من محمد حسن، وبيحرز الهدف الأولاني، هدف عكسي طبعا في الدقيقة 3. ودايما يعني لما يكون مثلا فريق ولسه نازل المباراة، أول 5 دقايق دايما وآخر 5 دقايق بيبقى اللعيبه لسه يعني ما دخلوش في مود المباراه، فدول اخطر وقتين للعيبه، وفي المباريات عموما بيكون اخطر توقيت ان انت ممكن تحرز فيهم اهداف. نادي الزمالك بسرعه قدر يتدارك الموقف، ومن كره طوليه من الرائع حمزه المسلوسي بيعمل كره طوليه من ناحيه اليمين للجبهه اليمين اللي كان فيها زيزو، قدر يسرق دفاع النادي الاسماعيلي، وبيعمل عرضيه روعه من الطرف للطرف، من الطرف اليمين للطرف الايسر اللي هو يوسف اسامه نبيه اللي كان بيلعب النهارده كجناح ايسر. قدر يحط الكوره ببطن رجله في الزاويه الضيقه لمحمد كوكو او محمود كوكو، طبعا على يمينه بيحرز الهدف الاولاني، هدف رائع، وده الهدف الرابع النهارده في يوسف اسامه نبيه في الدوري. لاعب هايل، هو تاني هداف نادي الزمالك حاليا. نادي الزمالك بعد الهدف قدر يسيطر على المباراة، على الرغم من ان ميدو النهاردة كان قافل على اطراف نادي الزمالك بشكل كبير. ولكن لعيبة نادي الزمالك قدرت بتسريع رتم المباراة، و لعيبه نادي الزمالك كانت بتحاول النهارده. يوسف اسامه نبيه كان بيروح ناحيه اليمين، وزيزو بيروح ناحيه الشمال، وكان بيساعد امام عاشور في ناحيه اليمين، وعمرو السيسي كان بيساعد كالجبهه اليسرى لنادي الزمالك. قدر يطبقوها بشكل كويس مع السرعات وتسريع رتم المباراه. قدر نادي الزمالك ينجح في الهدف الثاني او كره الهدف الثاني. شفنا كره من حمزه المسلوسي برضو في الجناح او في الطرف الايمن من حمزه المسلوسي، بيعمل كره ليوسف اسامه نبيه اللي كان في ناحيه اليمين. عمل كره في قلب في ال 18 بيستلمها سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بيعملها على يساره طبعا اللعيب امام عاشور اللي كان جاي متقدم من الخلف، بيحطها بليسنج كده برجله. بتلاقي طبعا ايد حمدي النقاز كرة يعني ضربة جزاء طبعا، وفارد ايده.
اعترض، ولكن طبعا باينه في الاعاده ان الكره ضربه جزاء صحيحه لنادي الزمالك. بيخش زيزو بيتصدى ليها وبيحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك والخامس ليه في الدوري الممتاز هذا الموسم، وبكده بيكون هو اول هداف نادي الزمالك وهو ثاني هداف الدوري بعد احمد الشيخ. بعد الهدف الثاني نادي الزمالك يعني طبعا الهدف الثاني جه في الدقيقه 32 تقريبا. نادي الزمالك سيطر على المباراة بشكل كبير، قدر يستغل السرعات بتاعت لعيبته خصوصا في الشق الأمامي، طبعا مع الزيادات اللي كانت بتحصل من لاعبي خط وسط الزمالك اللي كان عاطي قوة جدا لنادي الزمالك النهارده. خط وسطه كان عاطي قوة لنادي الزمالك النهارده اللي هو يؤدي بشكل قوي خصوصا هجوميا. نجح طبعا في الدقيقة الثانية من الوقت الضايع في الشوط الأولاني نادي الزمالك من تمريرة زيزو احمد فتوح لزيزو، زيزو بيديها لامام عاشور في الطرف الايسر، امام عاشور بيعمل كرة باص لعمرو السيسي طبعا متقدم من الخلف، وبيقدر عمرو السيسي بيحط الكرة على يسار كوكو ويحرز الهدف الثالث لنادي الزمالك. في الحقيقة نادي الزمالك قرر اللي هو ينهي المباراة في شوطه الاول. يعني نادي الزمالك يعني عايز اقول ان النادي الاسماعيلي كده زي ما يكون فوق لعيبه نادي الزمالك بالهدف اللي احرزه مبكرا. بعدها نادي الزمالك استشط غيظا كده زي ما بنقول، وقدر اللي هو يحرز الهدف الاول والثاني والثالث، وقرر لعيبه نادي الزمالك اللي هم ينهوا المباراه في شوطها الاولاني، لان لعيبه نادي الزمالك طبعا عارفين المباراه بتاعت النهارده دي هي مباراه الصداره. كان يقدر نادي الزمالك طبعا لو فاز، وفعلا فاز نادي الزمالك وخد 3 نقط مهمين اللي هو يصعد لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وحصل فعلا في الشوط الأولاني. الشوط الثاني بدأ ميدو يعمل شوية تغييرات مع لعيبته، نزل عبد الرحمن مجدي ونزل الشامي ومحمد الشامي ونزل محمود الشبراوي. اللعيبة دي نوعا ما، وطبعا عمر الوحش. اللعبة دي شكلت خطورة شوية على خصوصا في الشق الهجومي. بدأوا يكون نادي الإسماعيلي أشرس شوية من الناحية الهجومية على دفاعات نادي الزمالك. لعيبة نادي الزمالك كانوا واقفين صح، عواد واقف صح، ولكن في الشوط الثاني بقى في مساحات كبيرة جدا وفجوات كبيرة جدا في دفاعات نادي الإسماعيلي لم يستغلها لاعبي نادي الزمالك. كان ممكن لعيبة نادي الزمالك تطلع النهاردة بسكور 4 و5 و6. لعيبة نادي الزمالك جالها فرص كتير في الشوط الثاني تحديدا، واضاعوا اكتر من فرصه. يعني مش عايز اقول رعونه، ولكن لعيبه نادي الزمالك ما كانش عندها الجديه الكافيه اللي هم ينهوا المباراه بسكور كبير. لعيبه مخلصين الشوط الاولاني بنتيجه 3-1، 4 اهداف في الشوط الاولاني وشبه ناهيين المباراه. ف اللعب كان معظمه استعراضي لعيبه نادي الزمالك، مش بالقوه اللي هو لعيب عايز يجيب جون واثنين وثلاثه، لا خلاص اللعيبه انهت المباراه في الشوط الاولاني، وكانوا بيعتمدوا على الكرات السريعه او الكرات المرتده في دفاعات نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي النهارده شكل خطوره في الشوط الثاني خصوصا في اخر 20 دقيقه مع نزول عبد الرحمن مجدي والشامي، ولكن دفاعات زي ما قلت دفاعات نادي الزمالك كانت واقفه صح النهارده. مبروك نادي الزمالك. فيريرا البدايه الصح لما بتلعب بالتشكيل الصح وكل لعيب يكون موجود في مكانه الصح، واللعيبه اللي المفروض تبدا المباراه. عايز النهارده اقول ان دونجا النهارده في وجوده نادي الزمالك كان مؤدي خط وسط قوي جدا وخط وسط هايل في وجود دونجا. وشفنا الفرق طبعا بعد خروج دونجا ونزول اشرف رؤى، شفنا الفرق طبعا، يعني فرق ما بين خامه وخامه تانية خالص من اللعيبه. شيكابالا لما نزل عمل طفره في الشق الهجومي، بيمتع اللعيبه، يعني بيخلي اللعيبه كده وهي معاه في الملعب بتبقى مبسوطه واللعيبه عايزه تلعب كوره بشكل كويس. الف مبروك لنادي الزمالك، 3 نقط مهمين جدا.